السلام عليكم. أول حاجة هنبدأ بيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي هنروح ونسمع جزء من المؤتمر الصحفي لمرتضى منصور وهو بيتكلم وبيقولها علني إن هو رئيس نادي الزمالك، وبيتحدى أي شخص، وكالعادة بيشتم وبيعمل كل حاجة ومش عارفين إيه السبب يعني اللي وراه لغاية دلوقتي. كلنا كمصريين مش عارفين إيه السبب. نروح نشوف جزء من المؤتمر ونرجع تاني. عليا للعضويات والاشتراكات، وله كافة صلاحيات مجلس الإدارة دون الرجوع للمجلس. تمام؟ عشان يبقى إجراءاتنا سليمة. تاني، مرتضى منصور رئيس اللجنة العليا للاشتراكات والعضويات ومفوض من ده قرار مجلس إدارة وراح للسيد وزير المديرية، ومفوض من المجلس باتخاذ جميع القرارات دون الرجوع للمجلس. احنا بنعمل خدمه للناس، احنا بنيسر للناس. ورئيس اللجنه العليا للرياضه في النادي، تعاقد اللعيبه ده بالعقد مع ده ومتعاقد مع ده ومتعاقد مع ده، مفوض. مش انت بتتكلم عن اللوائح والقوانين؟ اهو مجلس الاداره المحترم فوضني. ورئيس اللجنه العليا للتعيينات، انت هتتجننوا كده. انت مش عاجبك رئيس نادي؟ اديني جبتك 10 رؤساء نادي في بعض. كل ده عشان الناس. لان لما قعدت الاسبوع اللي فات واللي قبله في البيت، كلكم شفتوا النادي كان ازاي. انا رجعت الخميس، النادي النهارده فيه 70,000 80,000، هو ده نادي الزمالك. احنا ما يهمناش الكلاب اللي بتهوهو، هوهو زي ما انت عايز. واحد مجنون مقدم شكوى بيقول لك ازاي بياخد اشتراكات قبل الميعاد. يا ابني ما هو 6 شهر 6 ده كله، بس انا بدل ما ادفع 30,000 بدفع 6. انا حاسس بظروف الناس. البلد في ظروف اقتصاديه صعبه. تاني، في ظروف اقتصاديه صعبه. ولما رجعت كان اول هم الناس تقبض عشان يعملوا خدمات يخدموكم، العمال والامن. كان اخر ميعاد النهارده بالسعر اللي انا اعمله. ناس كتير بتكلمني، وطبعا المبادره انت بتوفر 24,000 جنيه في الطلعه الواحده. لا قرار العزل، شكرا، ايدته. لا دي قضيتي انا بقى، انزل الانتخابات او ما انزلش دي بتاعت انا. تاني، دي بتاعت انا. قول تاني وركزوا، دي بتاعت انا، وانا زهقت وانا قرفت وانا على الاخر. واللي مصبرني اعضاء جمعيه يوميه وجماهير. لكن انت لما تيجي تسال اسرتي كلها يقول لك لا ما تنزلش، كفايه البهدله دي. لا دي بهدله. اللي ياخد 228 مليون من تركي الشيخ حر طليق واخده للنادي مش ليه. واللي خد 151 مليون ليه هو شخصيا بجواب رسمي من تركي للدوله تقول له اسمه مرتضى يتبرع بيهم للنادي، هو اللي بيتحبس. تكلمني في ايه؟ هو في حد رئيس محكمه ورئيس نيابه وحامل ليه اسمه في العالم العربي، ورئيس نادي كبير زي نادي الزمالك ومؤلف كتب في القانون وعضو برلمان من 20 سنه يترمي في السجن عشان قال الخطيب رجع الفلوس الخطيب ورجع الساعات؟ لا تظن. مع احترامي لسياده القاضي ما انا طقطش، انا بتكلم عن المناخ اللي احنا فيه. ومجرد ما برجع اعزل، وقبل ما تحبس جمد، وقبل ما جمد حل. لا، فاحنا كأسرة على الاخر. والله المحكمه حكمت وقال لك يرجع، لان العزل ده اختصاص جمعيه عموميه طبقا للقانون، طبقا الماده 19 من قانون، رجعوها قانون الرياضه 71. خلاص ايا كان، جمعيه عموميه هي اللي جابتك، هي اللي تمشيك. انا مش حسين لبيب اللي الوزير جايبني يمشيني. لا، انا جايبني جمعيه عموميه بتجيبني من 92 لغايه دلوقتي.
كنت بنزل في قائمه نور الدايل يسقط المحترم ده وانا الوحيد في قائمته انجح. حماده امام يسقط وانا الوحيد انجح. كسبت اسماعيل سليم في عز جبروته وكان نايم وانا كنت قاعد. كسبت كمان درويش 3. مشكورا استجاب فورا وشكل لجنه وشكلنا لجنه لرفع الحجز. المبادره الثانيه مع اتحاد الكوره عشان نشوف ايه المديونيه ونعمل اتفاقيه عشان ما يبقاش علينا فلوس. يوم الاحد ان شاء الله هنمضي مع اتحاد الكوره يبقى خلصنا مشكله اتحاد الكوره. المبادره الثالثه مع ممدوح عباس رافض يرفع الحجز. وبقول للدوله ده متساب ليه؟ ده احنا المبادره باختصار شديد كانت كلمتين. انت ليك فلوس؟ طيب هنعمل لجنه، مدير المالي بتاعك، الولد بتاع الشؤون القانونيه بتاعك، مدير المالي بتاعنا، الشؤون القانونيه بتاعتنا، وناس من وزاره الشباب محترمين ومن الرقابه الاداريه وجهاز مركزي للمحاسبات. ورينا ورقك يا ممدوح. اهو. طب الفلوس دي احنا سددناها. فين ورقك يا زمالك؟ اهو. مش انا. ده زمالك. لانه ملوش حاجه، رافض ومصمم يكمل هو وابنه ايمن الحجز على فلوسكم. واقسم بالله العظيم انه خد الفلوس دي قبل كده اكتر من مره. فالدوله استجابت، اتحاد الكوره استجاب، لكن ده دوله داخل الدوله. تاني ممدوح عباس عامل دوله داخل الدوله. مش انت ليك فلوس يا عم؟ تعال عشان تاخدها. طب تاخدها ازاي؟ بالورق. طلع لي القضا من القصه دي. ما تدخلناش في صدام مع قضاة مصر العظام. من فضلك. الموضوع سهل جدا، انا ليه 10 قروش بجيب ورقهم. حضرتك بتقول انك سددت، وريني ورقك. هي دي مش كيمياء. ويترفع الحجز. عشان المشكله مش في ال 100 مليون جنيه اللي جوه البنك. المشكله ان احنا مش عارفين ندخل جنيه. يعني احنا لينا فلوس مصطفى فتحي، ولينا الفلوس بتاع سيف الجزيرة، ولينا فلوس بتاع البطوله الافريقيه اللي احنا دخلنا فيها دي. مش عارفين ندخلهم. وبعد ما سمعنا المؤتمر الصحفي لمرتضى منصور، انا حاولت اجيب لكم اهم الحاجات اللي جت في المؤتمر الصحفي. الحاجات بقى اللي جت في المؤتمر الصحفي دي ان هو شتم تاني ورجعت ريما لعادتها القديمة وجاب سيرة الخطيب وسيرة الساعات وسيرة الكهرباء والغرامات والفلوس اللي ليه والفلوس اللي عليه وشتم في الكل. يعني رجعت ريما لعادتها القديمة. وبكده يبقى خلصنا معاكم نهاية الحلقة، ومتنسوش اللايك والاشتراك.